تعرض الحارس المغربي ياسين بونو لموجة انتقادات واسعة بعد خروج فريقه الهلال من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عقب خسارته أمام السد مساء يوم الاثنين في مباراة درامية حسمت بركلات الترجيح وسط أجواء مشحونة بالإثارة والتوتر. وغادر الهلال منافسات هذا الدور بعد الهزيمة أمام السد بركلات الترجيح بنتيجة 2-4، وذلك بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 في مباراة شهدت تقلبات كبيرة وأحداثا مثيرة حتى اللحظات الأخيرة. ولم يتمكن ياسين بونو من التصدي لأي ركلة ترجيحية خلال سلسلة الركلات، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه يعرف بخبرته الكبيرة في مثل هذه المواقف، كما استقبل هدفاً ثانياً بطريقة وصفت بالغريبة بعدما فشل في التعامل مع تسديدة رافا موخيكا لاعب السد والتي بدت في متناول يده. وشهد الحارس المغربي موجة غضب عارمة من جماهير الهلال عبر منصة إكس، حيث حمله عدد من المشجعين جزءاً من مسؤولية الإقصاء من البطولة، معتبرين أن تدخله في اللحظات الحاسمة لم يكن بالمستوى المنتظر. وعبر العديد من أنصار الفريق عن استيائهم من الأداء الذي قدمه بونو خلال اللقاء، مؤكدين أنه لم يظهر بالصورة التي اعتادوا عليها، خاصة في مباراة مصيرية بهذا الحجم، واصفين مردوده بأنه دون تطلعات الفريق وجماهيره. كما انتشرت تعليقات حادة عبر منصة إكس أشارت إلى أن بونو لم يعد يتمتع بنفس الثبات والتركيز الذي كان يميزه في السابق، معتبرين أنه ارتكب أخطاء مؤثرة في توقيت حساس من المباراة، وهو ما زاد من حدة الغضب داخل أوساط الجماهير الهلالية. وفي المقابل دعا بعض المشجعين إدارة الهلال إلى إعادة النظر في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفوه بتراجع المستوى العام، بينما اختار آخرون الدفاع عن الحارس المغربي، مؤكدين أن الخسارة لا يمكن تحميلها للاعب واحد فقط، وأن الفريق بأكمله لم يكن في أفضل حالاته خلال هذه المواجهة. ويبقى الجدل قائما بين من يرى أن بونو يتحمل جزءا من المسؤولية، ومن يعتبر أن ما حدث هو نتيجة أداء جماعي لم يرقى إلى مستوى الطموحات في بطولة بحجم دوري أبطال آسيا.